السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة يوميات إيمي. النهاردة أنا عاملة لكم جولة داخل فندق الشرطة، وهو فندق سي فيو هوتيل. عنوانه في العجمي لهانوفيل آخر شارع الجمعية. ده نادي الشرطة، بيبعد حوالي 5 كيلو ونص عن كوبري المنتزه وقصر المنتزه وجزيرة الشاي. طيب عايزة أقول لكم بقى ده شكل كده الريسبشن، وكمان في ده المكان الاستراحة اللي الناس بتقعد فيه بالليل. عايزة أقول لكم بقى يا جماعة، في غرف بتطل على البحر وفي غرف بتطل على حمام السباحة. دي الغرفة اللي أنا نزلت فيها. ده شكل التويلت. كمان الغرفة عايزة أوريكم كل المحتويات اللي فيها. على حسب أفراد أسرتك انتي بتختاري الغرفة دي كان فيها سريرين، متوفر فيها طبعا دولاب، وفيها ميني بار، وفيها جزامة، وفيها تلفزيون وتليفون، وفي كمان قدامنا في كنبة لو حد ممكن معانا زيادة ممكن ينام على الكنبة. في تكييف موجود في الأوضة. كل حاجة موجودة، بس ما فيش طبعا كاتل موجود. ده شكل البلكونة اللي بتطل على البحر. فيها منشر غسيل داخلي يعني. في طبعا علشان خاطر نحجز، هنحجز في الفندق عن طريق الإدارة. المكان دوت ممكن طبعا بيدخلوا ناس مدنيين وناس تبع الشرطة. خلاص، ده شكل حمام السباحة اهو. حبيت ان انا اقرب لكم شوية تشوفوا شكله. في طبعا موجود متوفر في مطعم وفي كافيتيريا. المطعم فيه بيكون على حسب برضو الحجز، بيكون فيه متوفر الفطار اوبن بوفيه. في قاعة اجتماعات للناس اللي هم بيبقى عايزين يعملوا اي تجمع يعني VIP. بيكون متوفر فيه خدمة الواي فاي. ده شكل كده المطعم اللي بيحصل فيه الفطار الاوبن بوفيه، وده شكل القاعة. طيب الفندق فيه ايه كمان؟ الفندق فيه غير حمام السباحة في ملعب للأطفال، وفي كمان غرف كتيرة بتطل على البحر وحمامات السباحة، في ملاهي، في شاطئ بحر، في حديقة، في موقف طبعا سيارات. عايزة اقول لكم بقى يعني الريفيو بتاعي انا بصراحة. الموقع ممتاز جدا على البحر مباشرة، في نظافة، في تكييف، في معاملة راقية جدا من بصراحة من الستاف بتاع الريسبشن. عايزة كمان اقول لكم ان الناس اللي هم المدنيين يقدروا ان هم يقضوا يوم كامل جوه. وغير الناس اللي هم بتوع الشرطة، ده ليه حجز وده ليه حجز تاني. الناس المدنيين اللي عايزين بيروحوا طبعا بيخشوا جوه للريسبشن، بياخدوا الحجز بتاعهم، بيديهم اسوره كده بيلبسوها على ايديهم وهم داخلين. والممنوع الاكل طبعا هناك، ما بيدخلوش حد بالاكل. ولو في حاله ان انتوا جايبين اكل فبيتاخدي 50 جنيه بتدفعيها للريسبشن علشان خاطر تخشي تاخدي الاكل معاكي جوه على البحر. هنا ده شكل الشاطئ. طبعا بيكون الدخول ب150 جنيه. الشمسية بتبقى ب100 جنيه. 50 جنيه لو معاكي أكل زي ما احنا قلنا. موجود آخرهم جوه على الشاطئ لحد الساعة 6. طبعا انا هسيب لكم العنوان بتاع الاوتيل، وهسيب لكم ارقام التليفونات. ده شاطئ حميدو، قربت لكم كده الكاميرا. شاطئ حميدو يلزق على طول يعني في شاطئ الشرطة، بس طبعا شاطئ الشرطة هو هادي جدا وخاص، ما فيهوش زحمة. لكن شاطئ حميدو الدخول ب10 جنيه، عشان كده الدنيا زحمة جدا. هنا كده شكل البسين بالليل هادي وجميل. ودي الحفلات اللي بتحصل بالليل. وده كده شكل كده الملاهي بتاعت الأطفال. وده كان الفيديو بتاعي النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. وانا كمان هحط لكم كل ما يخص ارقام التليفونات والعنوان في صندوق الوصف.